فجرت الأجهزة الأمنية في مدينة الشروق محافظة القاهرة جريمة بشعة بعد قتل أم لأطفالها الثلاثة، فتاة وولدين تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات، داخل شقتهم في فيلا بالعقار السكني. الجريمة حدثت أثناء نومهم باستخدام وشاح أو قطعة قماش، تم خنقهم واحداً بعد الآخر. بعدها اتصلت بالأمن بنفسها وأعلنت ببساطة: ألو، أنا قتلت ولادي، وسلمت نفسها بوعي تام دون محاولة الهرب. الزوجة تدعى هند، مطلقة قبل نحو 3-4 سنوات، تواجه ظروف مالية حادة. كانت تستخدم مدرسة دولية لأطفالها وتعجز عن دفع المصروفات والعلاج والمصاريف المنزلية. كانت تعاني حالة نفسية سيئة واضطراب نفسي وانهيار، اكتئاب وضيق مالي قبل الحادث حسب شهادات الجيران والتحقيقات. تحركت المباحث على الفور، وبدأ الطب الشرعي في فحص الجثث وتحليل سبب الوفاة، وأكدت وجود آثار خنق. النيابة أمرت عرض الأم على الطب النفسي لتقييم سلامة قواها العقلية، وأمرت كذلك بإجراء تحليل دم ومواد مخدرة لها. أشيلت المتهمة إلى حبس 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وتم تحرير محضر البلاغ والتحفظ على الجثث تمهيداً لدفنها بعد التقرير الطبي. الأم ارتكبت جريمة قتل أطفالها الثلاثة بسبب ما تقول إنه انهيار نفسي وضيق مالي شديد بعد طلاقها، ثم سلمت نفسها فوراً. النيابة مستمرة في التحقيقات، وحالة القلق المادي والنفسي تعد الدافع الرئيسي بحسب ما نقلته المصادر. وفي النهاية، الرسالة لكل أم: من المفروض إن الأم هي منبع الحنان في الأسرة، ومهما كانت الضغوط مفيش مبرر للأم إنها حتى تهمل أولادها، مش تقتلهم، لأن واجب الأم هو رعاية أطفالها. وفي أمهات حرفياً بتقوم بواجب الأب والأم مع بعض عشان أولادها، يعني بتضحي بنفسها عشانهم. وإن اللي حصل في قصتنا لازم نتعلم منه، إن اللي شاف نفسه ما يقدرش يتحمل مسؤولية، ما يظلمش حد معاه.